السلام عليكم. كلنا اللحمة بقى في العيد وخلصنا وصفات العيد. تعالوا بقى نبدأ في وصفات البحريات. هعمل لكم النهاردة جمبري بصوص الزبدة والليمون، لكن حلو جدا. وانتوا عارفين كلكم ان الجمبري بصوص الزبدة والليمون دي من ألذ الوصفات اللي ممكن تتعمل للجمبري. تعالوا قبل ما نبدأ الوصفة نشوفوا الجمبري اللي هنعمله النهاردة. تعالوا بقى نجرب واحدة كده ونشوفها بعد ما حطينا عليها الصوص. شايفين بقى الجمال؟ شايفين قد ايه طرية وجوسي؟ يلا بقى نبدأ الوصفة على طول ونشوف الطريقة. وأول حاجة هعملها هغسل الجمبري وبعدين هحطه في مصفى يتصفى، وهبدأ أفتحه من الظهر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هفتحه، هشيل الحبل الرملي وأي حاجة نلاقيها كده مش نظيفة في الجمبري تقابلنا هنشيلها على طول بالسكينة. بصوا بيتفتح بالطريقة دي، بيتفتح بطريقة البتر فلاي اللي هو على شكل فراشة، وبفرده بالشكل ده. وهشيل بقى كل الحاجات اللي مش نظيفة دي، والراس بيكون فيها حاجات تانية برضو بضغط عليها وبشيل اللي جواها، بس مفيش داعي يعني اوريكم الشكل ده. بصوا في حاجة كمان مهمة جدا بعملها في الجمبري، ان بفصل اللحم كده من النص على القشر، علشان دي هتشوفوا نتيجتها في اخر الفيديو، بتكون حلوة قوي، طريقة جميلة قوي. بعمل كله بقى بالشكل ده، وزي ما بقول لكم بقى تحت المية بقى بضغط على الراس وبشيل كل الحاجات، لان بيطلع فيها يعني حاجات كتير قوي مش نظيفة، بتطلع زي بواقي كده بتطلع من الراس، فبشيلها بنزلها تحت الحنفية. كله بقى هعمله بالطريقة اللي احنا شفناها دي، يعني بفتحه للاخر خالص لغاية قبل الديل كده بحاجة بسيطة جدا. وهو شايفين اللي بضغط عليه على الراس، بس ده مش هعمله قدامكم دلوقتي، ده هعمله تحت الحنفية تحت المية يعني. وبشيل بقى كل الحاجات بقى الحبل الرملي والحاجات دي. تعالوا بقى نعمل الصوص. الصوص عبارة عن 3 فصوص توم مفرومين، و2 معلقة كبيرة من عصير الليمون. وهحط البهارات نص معلقة صغيرة من كل حاجة هقولها، اللي هي الفلفل الأسود والكمون والكزبرة وبهار السمك والبابريكا. والملح هحطه معلقة صغيرة. هحط كمان 3 معالق كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. تقدر تحط زيت زيتون او زيت عادي. وكمان معلقة كبيرة من الصلصة البيتي، لو صلصة جاهزة كفاية نص معلقة صغيرة. هقلبهم كويس جدا وهنزلهم على الجمبري بعد ما غسلته. يعني انا غسلته في الاول وبعد كده فتحته. وبعد ما فتحته غسلته حطيته في مصفى يتصفى علشان لما احط التتبيلة معاه تمسك فيه. المهم دوبت التتبيلة وحطيتها على الجمبري وقلبت الجمبري كويس جدا. هسيبه بقى دلوقتي علشان احضر باقي الحاجة. بعد كده هجيب صينية وهقطع فيها بصلة بأي شكل انت حباه. مجرد انا عاملة البصلة دي علشان تحفظ لي الجمبري من تحت القشرة، ما تلزقش في الصينية. مع ان هي يعني تيفال، بس يعني زيادة التأكيد علشان الجمبري ما يلزقش في الصينية. المهم فتحته، يعني بعد ما فتحته انا بحطه بقى على الجنب المفتوح اقصد يعني حطيت البطن كده على الصينية من تحت، والشكل الفراشة من فوق علشان ده اللي هحط عليها الصوص. هرصه بقى كله في الصينية بالشكل اللي احنا شفناه ده، وهدخله الفرن. افتحي عليه الفرن من تحت وسيبيه حوالي 7 دقايق مش اكتر، يعني من 5 ل7 دقايق. هتدخليه فرن سخن، لو دخلتيه فرن سخن جدا كفاية قوي 5 دقايق. هتحطيه على اول رف من تحت، وزي ما قلت لكم كفاية 5 دقايق وهتطلعيه. دلوقتي بقى تعالوا نعمل الصوص بتاعنا. وهنا علشان الصوص يعمل معاكي يطلع معاكي حلو، يعني هتجيبي نص كوباية زبدة، يعني حوالي تقريبا ممكن يكون 5 معالق زبدة، وهتسيبيهم يفكوا كده على النار. انا هنا مستخدمة الزبدة النيوزيلندي. وده هيخلي الصوص حلو جدا، لان الصوص بيعتمد هنا على الزبدة. بعد ما حطيت الزبدة وفكت بالشكل ده، هنزل بحوالي معلقة كبيرة من الثوم بس مش مليانة، وهقلبها مع الزبدة، مش هخليه ياخد لون خالص. خلاص يعني سبت التوم يدبل شوية بالشكل ده على نار هادية. وبعد كده هحط معلقة من المستردة، وكمان معلقة كبيرة من العسل، و2 معلقة كبيرة من الشبت بس مش هنحطهم دلوقتي. حطيت كمان عصير 3 ليمونات، هتجيبي 3 ليمونات هتعصريهم، هتشيلوا منهم البذر وحطيهم على الصوص. وبعد كده بعد الليمون هنزل بقى بالشبت، اللي هو 2 معلقة كبيرة من الشبت. هدوب بقى كل الحاجات دي كويس جدا. تقدري تدوبيهم بالويسك عشان يدوب كويس. هسيبهم بقى ياخدوا غلوة.
يعني بصوا هسيبهم يغلوا حوالي دقيقة كده لدقيقة ونص، مش اكتر من كده، وهشيلهم من على النار. هطلع الجمبري من الفرن، وتعالوا بقى ناخد الصوص ده كده ونروح على الجمبري ونوزعه على الجمبري كله. عايزة كل جمبرياية تاخد من الصوص ده، وطبعا بهتم بالجزء البطن علشان هو ده اللي هيشرب الصوص بالشكل ده. واما يبقى فيه زيادة تقدري بقى تحطيه على باقي الجمبري. بصوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وده شكله بعد ما وزعت عليه الصوص. تعالوا بقى ناخد كده واحدة من الجمبري ونشوفها مع بعض. بصوا شايفين جوسي قد ايه وجميل بجد، طعمه وريحته تحفة قوي قوي قوي. بصوا طري ازاي، علشان ما خدش اكتر من 5 دقايق في الفرن او 5 ل7 دقايق. انا خد معايا 5 دقايق بس، يا دوب كده، بس بخليه ينشف كده من السوائل بتاعته بس. علشان دي اهم حاجه في الوصفه انك ما تسيبيش الجمبري كتير في الفرن علشان يطلع جوسي معاكي وطري زي ما انت شايفه كده. الفيديو بتاعنا النهارده خلص، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي. سلام عليكم.